كتير مننا بيطول قدام المراية، لكن اللي ما تعرفوش إن المرايات دي في حد ساكنها. قصتنا النهاردة بتتكلم عن كده. بسم الله، نبدأ حكاية جديدة. قمت من النوم قبل الفجر بشوية، قلت ألحق أغسل قبل المية ما تقطع كالعادة. وأول ما فتحت عينيا لقيت واحد واقف عند مدخل الأوضة. حاولت أتحرك علشان أصحي جوزي، كان جسمي متكتف. حاولت أصوت، صوتي ما كانش طالع. عينيا فضلت تنزل دموع وجسمي عمال بيتنفض، والشخص ده واقف قدامي. ما كانش ليه ملامح واضحة، بس شفت لابس ايه. كان لابس جاكيت بدلة قديم من بتاع جدودنا، وقميص أبيض وبنطلون جملي وجزمة كلاسيك. فضل واقف قدامي، لا أنا بتحرك ولا هو كمان. معرفش فات من الوقت قد ايه، ثواني ولا دقايق ولا حتى أيام، لحد ما فقت ورجعت الوعي. سمعت صوت جوزي بيقول لي باستغراب: هو انت قاعدة كده ليه؟ ومالك متخشبة كده ووشك أصفر؟ بصيت لأحمد جوزي ورجعت بصيت على مدخل الأوضة، لقيت الشخص ده اختفى. وساعتها انهارت من العياط. اتعدل أحمد وبدأ يطبطب عليا لحد ما هديت. شفت الخيال برضه. المرة دي ما كانش خيال ولا كان كابوس، المرة دي كان حقيقة يا أحمد. وحكيت له عن الشخص ده وهيئته. لا، أنا لازم أجيب شيخ، ما هو كده ما ينفعش. قمت وأنا بفكر في كل الأحداث اللي بتحصل، وبدأت أحاول أرتبها. الموضوع بدأ من تالت يوم فرحي لحد اللحظة دي. عدى شهر ونص، لكن ما قدرتش أوصل لأي إجابة، واضطريت أشغل نفسي بالغسيل عشان أنسى، وكمان قبل ما المية ترجع تقطع. بعد يوم فات طويل وممل، أحمد رجع بالليل بعد صلاة العشاء ومعاه شيخ، وسألني عن اللي حصل واللي بشوفه. تالت ليلة في الجواز كنت بحضر العشاء بالليل في المطبخ، وأحمد كان بيتفرج على التلفزيون بره. سمعت صوت رجلين ماشية على الأرض واستغربت. الصوت ده عامل زي صوت حد لابس جزمة في رجله، وقلت لنفسي: هو أحمد لابس جزمة ليه؟ هو نازل؟ طب هو رايح فين دلوقتي؟ الساعة كانت قربت على 12. كل ده كان في ثواني قليلة. طلعت من المطبخ علشان أشوف أحمد، لقيته قاعد بيتفرج على التلفزيون. وفجأة ظهر قدامي خيال طلع من أوضة النوم وراح ناحية الحمام واختفى. جسمي أشعر، وجريت على أحمد وأنا بصوت وبقول له على الخيال. قال لي: دي مجرد تهيؤات، ما أنا قاعد معاك أهو. وفعلا صدقته. قمت أكمل الأكل، ولما جيت أدخل المطبخ سمعت خطوات ورايا. لفيت بسرعة، لقيت نفس الخيال طالع من الحمام ورايح أوضة النوم. فضلت أستعيذ بالله من الشيطان ومسكت نفسي بالعافية، وفضلت طول ما أنا واقفة في المطبخ أقرأ قرآن لحد ما هديت وخلصت الأكل. دي كانت البداية. بعدها بقيت أشوف الخيال ده باستمرار، مرة في الصالة ومرة في الأوضة، مرة في البلكونة. مع مرور الوقت بقيت أشوف كوابيس فيها نفس الخيال ده بيناديني وعايز ياخدني معاه لمكان اسود مش ظاهر حاجة من وراه، كأنه بقعة سودا اللي يدخلها يختفي. أعصابي ما بقيتش تستحمل، وبقيت أحكي لأحمد كل حاجة لحد ما صدقني، لأنه كان بيشوفني لما أصحى من النوم وبصوت وأنا مفزوعة. بعدها بقى هو كمان يشوف الخيال، وكملت بقى بموقف ليلة امبارح. كملت له الحكاية لما شفت الراجل واقف عند مدخل الأوضة، فلقيته بيبص لأحمد وبيسأله: هو أنت عملت حاجة أزعجت عمار المكان؟ ما كانش بيسأله، كان بيكلمه كأنه بيواجهه بحقيقة محدش يعرفها غير أحمد. لقيت أحمد ملامحه اتغيرت من كلام الشيخ. عملت إيه يعني؟ أنا ما عملتش حاجة. عموما إحنا هنحصن المكان بالقرآن، بس إياكم وانتوا نايمين تفتحوا باب أوضتكم، والأفضل ما تخرجوش منها بالليل نهائي لحد إذان الفجر. انت ضايقت حد منهم يا أحمد؟ ما سابش فرصة لحد يتكلم، وبدأ يقرأ قرآن في كل ركن موجود في البيت،
وبعدها مشي، ومن الخوف سكتنا أنا وأحمد ومحدش فينا فتح الموضوع تاني. بعدها بليلة سمعت أحمد في الصالة وهو بيصوت. طلعت من المطبخ لقيته واقع على الأرض ومغمى عليه. فضلت أرش على وشه مية، كنت منهارة من العياط. ومرة واحدة لقيته فتح عينيه وشاور لي إن هو مش عارف يتكلم، وإن لازم أكلم الشيخ، وشاور على موبايله. معرفش أنا فهمت صح ولا لأ، بس أنا عملت اللي فهمته، وأيا كان فأكيد الشيخ هيقدر يساعد. مسكت تليفونه وكلمت الشيخ، رد وقال لي إنه جاي مسافة الطريق مش أكتر. وفعلا بعد ربع ساعة كان عندنا في البيت. حط إيده على دماغ أحمد وقعد يقرأ الرقية الشرعية كاملة لأكتر من 2.5 ساعة. ومع نهاية القراية بدأ أحمد يرجع لنفسه تاني. فجأة وقعت وما بقيتش عارف أتكلم، كأن لساني اتقطع. وكويس إن هبة فهمت اللي شاورت لها تعمله. رد الشيخ وهو بيقوم من على الأرض: إن شاء الله مش هيحصل حاجة تاني، انت بس اسمع كلامي واقفلوا باب اوضتكوا عليكم. ما كنتش فاهمة حاجة، اشمعنى باب اوضتنا يعني؟ لكن سكت. ومشي الشيخ واحمد بقى كويس، وبعدها عملنا اللي الشيخ قال عليه، وبقت الايام تعدي وكانت عادية، ما كانش فيه حاجة بتظهر. عدى 5 سنين ورجعت اشوف الشخص ده تاني واقف قدامي عند مدخل المطبخ، والمرة دي كان في عز النهار. نفس المشهد، مفيش ملامح، ولابس نفس اللبس. ظهر لثواني واختفى. خدت بنت من جنبي وطلعت برا الشقة خالص. فضلنا قاعدين على السلم لحد أحمد ما رجع بالليل، وحكيت له على كل اللي حصل. قال لي مفيش حاجة، ومفيش حاجة هتخوفنا، دي تخاريف. أنا طوعتك كتير وكده كفاية بقى. إزاي بتقول كده؟ انت شفت وحسيت بكل حاجة، ازاي بتكدبني؟ رد عليا بكل قرف وهو بيسيبني وينزل: انا زهقت من وجودك كله اصلا. خلال سنة من الموقف ده احمد اتغير تماما. لو قلت له اعمل لك شاي الاقيه بيتخانق معايا، ما بقاش طايقني، بياكل بره ومعظم وقته بره. واتطور الموضوع انه ما بقاش يبات في البيت لكذا يوم ورا بعض، ولما بيجي ما بنتكلمش ولا حتى بيرد عليا اصلا. بيجي يغير هدومه وياخد هدوم غيرها ويمشي. استحملت الموضوع ده سنة كاملة لحد ما طلبت اتطلق، ولقيته بيطلقني بكل بساطة، وسابني ومشي واتقطعت اخباره. مفيش حد من اهله يعرف عنه حاجة. سنة كمان عدت بعدها، سنة وانا مطلقة ومعرفش حاجة عن طليقي ولا اهله. معرفش اذا كان هو قال لهم يقولوا لي كده ولا فعلا كانوا بيقولوا الحقيقة. وفي النهاية اختفى، وعشت سنة كاملة في كوابيس. ورجع الشخص ده يظهر لي في كل مكان في البيت، صبح وليل وظهر، كان ملازمني. بس الأحلام اختلفت، وبقيت أشوف شاب جميل لابس لبس مشابه ليه، بس مش هو. بيحاول يقرب مني وعايز يتجوزني، وقبل آخر لحظة بقاوم وبفوق وبهرب. وساعتها خدت القرار، أنا لازم أسيب الشقة دي مهما كانت الظروف صعبة وأنا لوحدي. بس ما بقتش قادر أتحمل الخوف ده، والخوف الأكتر كمان على بنتي. عرضت الشقة فعلا للبيع وقدرت أبيعها، وطلبت مهلة من المشتري لحد ما أدبر نفسي وألم الهدوم وكل التفاصيل دي. لميت الهدوم كلها في شنط، وصحيت في اليوم اللي كنا مفروض فيه هنسيب الشقة. لقيت بنتي وأمي قاعدين خايفين ومرعوبين، ولقيت كل شنط الهدوم مفتوحة زي ما يكون حرامي دخل البيت وكان بيفتش في الشنط اللي موجودة. ساعتها بنتي قالت لي بخوف: أنا شفت واحد لابس جاكيت طلع من مراية الأوضة، فتح الشنط وبهدلها ورجع دخل المراية تاني. وبعدها أمي قالت لي: كلام بنتك صح يا هبة، أنا كمان شفت اللي هي شافته. طلبت من ماما تساعدني نلم الهدوم من تاني، وفي آخر اليوم كنا سيبنا الشقة نهائي. وفي اللحظة دي اللي حضراتكم بتقروا فيها حكايتي، عايز أقول إن لسه الكوابيس مستمرة ولسه بقاوم. بالإضافة إن طليقي ظهر وطالب إنه يرجع لي. جه عند ماما وفضل يعتذر، وقال لي إن اللي عمله ده عمله وهو مش في وعيه،
كان مغيب، كأن حد بيتحكم فيه. ما كانش ينفع نكون مع بعض قدام المراية. ولما جالي التحذير وقلتيلي على الخيال أنا ما همنيش، وفضلت مصمم إن كل دي خرافات. لكن اللي حصل بعد كده قطعته وأنا متنرفزة. أنا مش عايز أسمعك تاني، وحكايتي معاك خلصت خلاص. أنا مش مصدقاك، ولا عارفة إن كنت فعلا صادق معايا ولا عايز تأذيني ولا إيه بالظبط اللي كان جواك. ما كنتش أقصد يا هبة، واحد ومراته عادي يعني. إيه اللي يخليني أصدق الخرافات دي؟ كنت واخدة قراري، والزيارة انتهت على ولا حاجة. مشي وسابني في حيرة أكبر. وافتكرت الشيخ اللي كان بيجي البيت، لقيت رقمه على موبايلي، كنت أخدته من ورا أحمد عشان لو حصلت حاجة لا قدر الله أبقى أكلمه. ولما كلمته قال لي معرفش يا بنت نية جوزك إيه، بس فعلا المرايات دي خطر جدا، فيها سكان بيستنوا الحاجات دي. إذا كان راجل ومراته هيتقابلوا، ولا بنت تطول وقفتها قدامها وتقعد تتغزل في نفسها، ولا حتى شاب يستعرض نفسه، كلهم نتيجة واحدة. قفلت معاه السكة وأنا عارفة السبب اللي خلى الراجل ده يظهر لي. يمكن كلام أحمد صح إنه كان مغيب، والراجل ده أو بمعنى تاني الشيطان ده خلاه ينعزل عن نفسه ويبقى متربص ليا ومفتون بيا. بس في نفس الوقت أنا ما بقتش عايز أحمد تاني. أحمد اتخلى عني في أكتر وقت أنا محتاجاه فيه، وقبلها كمان كان عارف الحل إن إحنا نسيب الشقة، لكنه عاند وكمل في عنده وما سمعش كلام الشيخ واستمر في اللي بيعمله. أنا اللي ما كنتش فاهمة الموضوع. والنهاردة الكوابيس موجودة، بس ما بقاش الشيء ده يظهر لي ولا حتى الخيال.